Enregistrement ودادclub.com. الأولى الوداد بطل الخريف. الوداد رهان في هذا الموسم على تصحيح المسار وتصحيح وتقديم نتائج جيدة، عودة الجمهور إلى المدرجات، المصالحة. يعني كيف هو تعليق المكتب المسير؟ معنا الناطق الرسمي أنور الزين. سي أنور، مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ كريم، شكرا على الاستدعاء. نعم سي أنور، شنو من تعليق عندك؟ الوداد الآن في الرتبة الأولى 26 نقطة، 6 ديال الانتصارات، 8 تعادلات، هزيمة واحدة وكانت خارج القواعد بأسفي. سجل الفريق حتى الآن 21 نقطة، 21 هدف، دخل الشباك ديالو 12 الهدف. يعني كاين صحوة، كاين رغبة في استرجاع أمجاد ضائعة. تفضل سي أنور. شكرا من جديد. الحمد لله نشكره ونحمده على هذه النتيجه، لان الوداد الرياضي تصدر البطوله وانتهى انهى المشوار ديالو كبطل للخريف. العوده كما تفضلتم وقلتم لم تكن سهله، الوداد يعود من بعيد، كان لابد من مباشره اصلاحات مهمه اللي انتم تبعتوا على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى التكوين، على مستوى استقطاب اللاعبين الجدد، على مستوى اعطاء الفرصه للاعبين ابناء المدرسه. والحمد لله ان هذه الاستراتيجيه بصفه عامه او العمل المباشر اللي بشره المكتب المسير السعيد ناصري، اللاعبين، الطاقم الاداري، الطاقم التقني، الاعلاميين، الصحافه اللي ايضا تبعت ايجابيا هذا مسار التحول في مجمله، انه تمكنا الحمد لله، ربي وفقنا اننا نكونوا في الرتبه الاولى. اليوم الرهان كما تفضلتم وقلتم هو ان الوداد ترجع لسكه الالقاب وتحقق اللقب رقم 18 وتلعب على الاصعده اللي كتستاهل ان نادي كبير بحال الوداد الرياضي يلعب عليها ان شاء الله مستقبلا. ابراهيم الزوين هو معنا، السي انور الزين، انت الزوين وهو الزين وان شاء الله كل شيء يكون زوين. كاين غير الواو اللي مضاعف، الواو اللي زيدان. سي انور، اكيد على انه يعني الان الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي فيعني سعيد بما يحققه الفريق، يعني مجموعه ديال العوامل اللي اجتمعت خلات فريق الوداد انه يوصل لهذا المستوى، وعلى الاقل يعني في هذا النصف الاول يعني نال الرضا ديال الجميع. ولكن يعني واش ما كتشوف على ان المسؤوليه الان اصبحت صعبه في الشطر الثاني من البطوله، خصوصا انه الان اصبح المطلب الاساسي والوحيد بالنسبه للجماهير هي التتويج باللقب وتقديم اداء احسن مما قدم في النصف الاول ديال الدوري. تماما. الوداد بدون جمهور وللاسف عشنا من مرحله راينا فيها النتيجه ما كتبقاش هي الوداد. الوداد هي الجمهور، راس المال الاساسي والرئيسي هو الجمهور، وكل ما كانش الدعم ديال الجماهير العريضه لا داخل الدار البيضاء لا خارج الدار البيضاء بتفاني واتقان وتضحيه ومسؤوليه، ما كانش الفريق يمكن له يدير هذا المشوار الاول اللي كان ماشي مشوار سهل، كان مشوار صعب. انتم كتعرفوا بلي كره القدم صعيب انك تصوب فرقه وتوصل لك روح الفريق في سرعه قصوى. الحمد لله ان روح الفريق تدارت بفضل الدعم ديال الجماهير، حيث انكم لاحظتوا واحد لا سيريموني ولات في كاع لي فان دو ماتش كيف ما بغات تكون النتيجه تكون فيها واحد الغناء، واحد الرقص، واحد التواصل ما بين اللاعبين مباشره مع الجمهور بدون حاجز ولا عائق. وهذا الدعم ديال الجماهير كيبان حتى في لي فيستير، وكيبان حتى في الروح الفريق في لي زونطرينمون، وتيبان حتى في لونجاجمون ديال اللعابه على انهم يحققوا المراد ويحققوا هذه النتيجه. الوغ بالنسبه للشطر الاول كمتتبعين راكم لاحظتوا بان المباراه ديال الوداد خارج الميدان كانت العدد ديالها اكثر من المباراه داخل الميدان، وهناك فاعل الميدان عامل الميدان اللي ما كنحضروش لانه مهم جدا في الكره الحديثه. الشطر الثاني 15 مباراه اللي جايه هي 15 مباراه اللي الجمهور غادي يكون حقيقه اكثر من اي وقت مضى، وكما كان دائما اللاعب رقم 12، خاصة انه للاسف بعض المباريات تبين انه كنحتاجوا يكون معنا اللاعب رقم 12 باش نديروا التكافؤ على رقعة الملعب، ولكن هذه حيثيات نتجاوزها باش نبقاو في اطار ديال كرة القدم المحض. تعد المباريات من 15 غادي تكون في الدار البيضاء بما فيها مباريات الديربي. اذا الهدف على قدر صعوبته كما قلتم. البطولة هذه راه ماشي سهل انك تلتزم وتواعد وتطمح اللقب يعني بصفة عقلية، خلي العاطفة وخلي القلب. تقول بالله الوداد اليوم عنده مكونات وعنده مؤهلات الفريق البطل، تولي فريق بطل نهار الجميع تولي كيعتقد على انك البطل. اللاعبين اولا، الطاقم التقني، الطاقم الاداري، المكتب المسير، الاعلام، حتى المنافسين يعتقدون انك بطل. لابد ان تزرع هذا اليقين وان تنزع كل بذرة وذرة شك. والحمد لله ان اليوم الجماهير، المكتب المسير، اللاعبين، الفريق، الطاقم التقني، الجسم الاعلامي الملتزم المهني،
كل يدا في يد من اجل ان تكون اولا البطوله في المستوى اللي كنطمحوا لها كلنا جميعا كفاعلين رياضيا، ثانيا ان يكون التنافس على رقعه الملعب وليس خارج رقعه الملعب وليس بطرق شائبه، ثالثا ان الافضل هو الذي يستاهل ياخذ لقب البطوله. وبطبيعه الحال كفاعل ودادي وكجمهور ودادي وكمسير وناطق رسمي، الامل كل الامل هو ان الوداد الرياضي هو اللي يكون بطل هذا الموسم ان شاء الله. نعم، كنعرفوا على ان النادي او المؤسسه هو رجال ولكن هو ايضا مال، فعلى مستوى مادي واش فريق الوداد في وضع مريح؟ من الالتزامات اللي كانت ديال سي سعيد الناصري والمكتب المسير عامه وديال المشجعين وديال الفاعلين الاقتصاديين وديال الناس اللي كيحبوا الوداد وداروا نكران الذات وما بغاوش الاسماء ديالهم تذكر نهائيا، هو انه منذ الاسابيع الاولى الا ما قل منذ الايام الاولى يعني من جويه من شهر 7 تم ضخ مبالغ مهمه لنادي الوداد الرياضي باش يتزوج مجموعه من المشاكل اللي انتم عارفينها ولا داعي للرجوع اليها. الوداد ما دارش ميركاتو واحد في شهر 7، دار جوج الميركاتوات، الميركاتو الاول خلص داكشي اللي عليه والميركاتو الثاني عاد الميركاتو اللي باش يدخل البطوله. الوداد تجاوز جميع الديون، ما كاينش واحد. انا انتم راه كتجيو للسونتر بن جلون ومرحبا بكم وداركم هذيك، غادي تشوفوا شي واحد مازال تيقول كيتسال شي حاجه ولا خصو يدخل شي حاجه. سولوا اللاعبين راهم زعما مسموح لهم بالتواصل الكلي مع الاعلام، وربما لاحظت حتى تغيير التعامل الاعلامي ديال الوداد الرياضي منذ المكتب المسير الجديد برئاسه سعيد الناصري. اللاعبين كلهم عندهم لي بريم دو سيناتور، لا ترونش الاولى ولا ترونش الثانيه مؤدات، لي بريم دو ماتش مؤدات. اكثر من ذلك نحن نعمل كاسره وكعائله وداديه والمكتب المسير في انصات تام لجميع متطلبات اللاعبين بيان سور في حدود المعقول، حتى من المساعدات الشخصيه، لي بلون دو كارير، لي بلون دو باتريمون، لانه مبالغ مهمه كتمر في الحياه ديال اللاعب خاصه اللاعبين الشباب، وكنحاولوا ايضا اننا نصاحبوهم باش يمشي المبالغ اللي في الحوزه ديالهم في احسن استعمال وما نطيحوش في مشاكل اجتماعيه اللي ربما تاثر على المسيره الكرويه ديال اللاعب. يعني نحاول ان نحسن العمل بقدر ما تاتى لنا، اللي قدينا عليها راه كنديروا، اللي ما قديناش عليها اليوم انا باش نوصلوا لها كجماهير كمتتبعين وكاعلاميين. هذا هو الكلام زعما من نعم. ماشي كلام رسمي ولا لا شكرا لك، يعني جميل الافكار، كاينه هندسه ديال الافكار وكاين احنا كنحيوك وهكذا بغينا يكون التجاوب ما بيناتنا. الان كيبقى فريق الوداد انطلاقه كانت قويه ولكن كان شويه ديال التراجع في الدورات الاخيره في بعض الدورات. واش قلقكم هذا التراجع سي انور؟ نتداول ذلك كجميع مكونات الوداد من جماهير المكتب المسير، لجان مختصه الى اخره. نحن مطمئنين، اوني با ساتيسفي، مطمئنين ولكن غير مرتاحين، لانه لو ميور اي لينمي دو بيان، الاحسن عدو الافضل. نحاول ان نحسن شيئا فشيئا. بالنسبه للنتائج الكرويه، الكره الحديثه ولات كتلعب على سنتيمتر يفرقك بين الفوز ب 1-0 او التعادل 0-0، بين الهزيمه ب 1-0 او التعادل 1-1. لا بيرفكسيون، يعني نوصلوا للمثاليه في اللعب وفي الاداء وفي ترجمه المحاولات الى اهداف. من الناحيه الرياضيه لا ستاتيستيك، الاحصائيات ديال شحال من مره كتوصل الوداد المعترك ديال الفريق المنافس او الخصم في الناحيه الايجابيه ديال التعبير الخصم، وشحال من مره الفريق الاخر المنافس كيوصل للمعترك ديال الوداد، كتلقاو ان الاحصائيات الوداد لحد الان غدا في تحسن. ربما هناك عمل يجب ان وسي جون توشاكي لي كونسون يعني يعلم ذلك حق المعرفه، يعرف ذلك انه خصنا نخدموا على تحويل المحاولات الى اهداف، لان الكره لا تعترف بعدد المحاولات ولكن تعترف بالنتيجه اللي كتكون فوق الصوره في نهايه المباراه عند صفاره الحكم، وهي واش انتصرتي ولا تعادلتي ولا انهزمتي. هذا العمل ايضا مساند بواحد اللجنه ديال التكوين، ويسرني ان اقول خبر رسميا على الاذاعه ديالكم اللي كنعشقوها وكنحترموها. قدمت واحد المشروع المكتب المسير اللي وافق عليه، وهي خلق داخل لو سونتر دو فورماسيون مركز التكوين اكاديميه. التعبير ربما يكون مبالغ فيه، الاكاديمي سي كلمه كبيره ولكن المفهوم ديالها اوتوكا اكاديميه ديال حراس المرمى وديال المهاجمين. لماذا؟ لانه لاحظنا انه عموما في مستوى البطوله الوطنيه وفي الوداد ربما الخزان الكبير اللي خصنا نخدموا على اننا نطعموه هو في المراكز ديال حراسه المرمى وديال المهاجمين، خاصه قلب الهجوم اللي كيسجل الهدف. الفريق ديال الامل كيدير نتائج مستحسنه وفي كثير من الاحيان جيده، وطعم الفريق الف مجموعه من اللاعبين الاكفاء. واخر مفاجاه ساره كانت هي زهير مترجي في اخر مباراه واللي اعطى الاداء الحسن، وكان ربما بقليل من الحظ ان يسجل او يساهم في تسجيل
هدف حاسم في المباراه ضد اولمبيك خريبكا. بالنسبه للفريق النسوي ايضا المسار الحمد لله صحيح. بالنسبه للفئات الصغرى الفئات كلها هي لا ريغولاريتي، يعني الانتظام في التدريب في الاداء في الديبلاسمون، وهذا ايضا راجع كما قلت قبيله لواحد الراحه الماديه اللي كتمكن انك تواكب المستلزمات ديال فريق كبير بحال نادي الوداد الرياضي فرع كره القدم اللي تحاول يغطي جميع المستلزمات والمصاريف. هذا هو كله هو الشونتي اللي خدم عليه المكتب المسير بصفه عامه. الاكيد على انه اعلاميا جماهيريا والعاطفه والقلب كتمشي للفريق الف ليكيب ا، ولكن لا ننسى ان تدبير الكره هو تدبير اجيال، تدبير حاضر ومستقبل، واخذ العبر من الماضي بحسنها او باقلها حسنا. ابراهيم الزوين. نعم سي زين، قلت على انه عاطفيا الامور يعني كل شيء يتجه صوب الفريق الاول. وعلى ذكر الفريق الاول الان احنا في فتره ديال الانتقالات، كاين مجموعه ديال التساؤلات ديال الانصار والمحبين ديال فريق الوداد البيضاوي. اولا كاين الحديث على لاعب مالي يعني في وسط المفاوضات معه، كاين غوستافو كذلك لانه كنعرفوا فريق يتوفر على 5 ديال اللاعبين، وفي التالي يعني تقييد اي لاعبين في لاعب في اللائحه يطلب منكم انكم الاستغناء على احد اللاعبين. والشيء الاخر يعني تقرب اكثر من الصفقه ديال اللاعب حسني، ما دام انه الحديث على السعيدي معار السعيدي بصفه نهائيه، وضربت الانباء حول هذه الصفقه هذه. الى يمكن توضح لنا هذه الامور سي زين. بكل فرح وسأوضح قدر الامكان بطبيعه الحال. ثم ادرى الناس بالظروف اللي كيدوز فيها الميركاتو. من ضمن الاشياء التي ربما يجب تحسينها في كره القدم بصفه عامه هي ظروف ديال الميركاتو. نحن لسنا في سوق حاشا ولله ان اقول الكلمه متسخه، ولكنها ليست بنظيفه تماما، وهذا داخل اطار الانتقال الكروي اللي كتعيشه كره القدم الوطنيه، على امل انه حتى هذا السوق هذا يتنظم اكثر فاكثر باش يمكن حتى الاعلام عليه او الاخبار على ما ينوي ان يقوم به النادي ما يكونش عنده شي اثر سلبي على المفاوضات او على القيمه ديال العقد الصفقه الى اخره. على محل اللي يمكن ناكد لكم ان اللوائح ما زالت مفتوحه ديال المغادره وديال القدوم، وناكد لكم ان نادي الوداد الرياضي تيدير مفاوضات مع لاعبين في البطوله او في غير البطوله برو، يعني ماشي غير البطوله برو. ناكد لكم انه انتقالات كما ثبتوا عمر سربوس من خريبكا التحق نادي الوداد الرياضي ومرحبا به فهو ودادي. كاين حارس مرمى ومدافع من استاد ماروكان اللي التحقوا، اللي المشروع هو انهم ماشي ولا بدال الفريق الف وانما فرق اخرى باش يكسبوا الخبره والطابع واللونترانت، يعني البصمه الوداديه في التمارين والتدريب وفي اللعب ديالهم. كاين هناك لاعب حسني اللي تداولت الاخبار ديالو على ذكر المهاجمين اللي كيقنصوا القناصه ديال الاهداف في الاذاعه ديالكم، راكم قناصه الاخبار. ما كاينش شي خبر قلتوه اللي ما كانش وكنتوا في الباقي بعض الاخبار الرياضيه وكنهنيكم على المساله هذه. بالنسبه لغوستافو تمت الاعاره ديالو لفريق النادي القنيطري الى غايه نهايه الموسم، وهو ما يفتح المجال بان الوداد يراجع الاوراق ديالو على مستوى الافكتيف، ويتمكن من ان فابريس اونداما يرجع للفريق الف في اقرب الاجال، غالبا بعد العوده ديالو من مسابقات ديال كاس افريقيا للامم. التوجه العام هو كالتالي: بالنسبه لمشروع اللاعب جون توشاك يصرح ويقول وامامكم قالها ليفيكتيف اللي كاين يفضل ان يقوي القدرات الفرديه والجماعيه ديال الفريق اللي كاين دابا، واللي ثبت انه في 15 دوره الاولى قدر يستطيع بونغري مالغري انه يسالي بطل رغم الظروف رغم الباساج فيد رغم هذا، على اننا نمشيو نبحثوا على عدد كثير، على الكم من اللاعبين، وتعاود تقلب على ذاك روح الفريق اللي تكلمت لك عليهم اللي تكلمت عليه قبيله. هذه نظره مهنيه ديال مدرب يعرف ما يفعل وله خبره دوليه معترف بها الى اخره. الاسابيع اللي غادي يولي عندك 2 الماتشات ولا 3 الماتشات في الاسبوع، ففي هذه الحاله هذه كتحتاج لذاك ليفيكتيف لارج، يعني الكم يكون كاين ثم الكيف يكون مطور اكثر تطويرا. للاشاره فقط ففي المباريات ديال ضد فريق ديال تطوان في البطوله او الفريق النهضه البركانيه لاسباب عديده، منها لي بليسيور ومنها لي كونفوكي اللي كانوا في ليكيب ناسيونال لي زيكيب ناسيونال اما اولمبيا اما المحليين، راه لاحظتوا بان فريق الوداد دور ليفيكتيف ديالو تقريبا واحد 80%، وجوج ماتشات تباتوا على ان حتى ليفيكتيف اللي كاين فوق لو بون دو توش راه مؤهل على انه يقوم بالدور ديالو على اكمل وجه. دونك التوجه العام في هذا الميركاتو هو اولا كالتالي: ما غاديش نطيحوا في ذاك التقليد اللي كيقول انه في كل ميركاتو خصك تشري 11 لاعب والا ما بقاش الفرقه. عفوا ما فهمتش علاش ربما بعض الاخوان والاخوات يظنون انه خصنا نديروا واحد العدد. لا،
الوداد عندها واحد الفريق كتحاول تطورو، كتحاول تطعمو في بعض المواقع، وهادشي اللي كدير. التوجه الثاني هو اننا نبحثوا على دي بيبيت، على مواهب مغربيه او غير مغربيه اللي يمكن تدخل من دابا وتوجد من هنا ل6 شهور، من هنا لعام، على انها تطعم الفريق الف. وكما قلت لكم بعض منها غادي يمشي للاكاديميه، ربما قد لا يلعبوا نهائيا الفريق الف ديال الوداد. الانديه الكبرى بوردو ولا سونتر دو فورماسيون ديالو الى اخره اللي خدمنا على النموذج ديالو كيوجد لاعبين قد لا يلعبون في الفريق الف ولكن يطعمون فرقا اخرى، وهذا داخل في اطار التسيير ديال اي نادي احترافي. ثم النقطة الثالثة وكما قلت لكم هو أن بالنسبة للعدد ديال اللاعبين الأجانب تم حل المسألة بإعارة بلونكو غوستافو فريق النادي القريطي، وبالتالي فإن الإفكتيف اللي كاين تحت الإشارة ديال جون توشاك يمكن له يستغلوا على أكمل وجه. آخر سؤال سي أنور الزين، مشكور. يعني نهاية مرحلة الذهاب، فالترتيب بالنسبة للصبورة كنلقاو على أن الوداد في الرتبة الأولى ب 26 نقطة، الرجاء القادم من بعيد في الرتبة الثانية والفريق نقطة واحدة 25 نقطة، الرتبة الثالثة فيها جوج ديال الفرق الكوكب وأولمبيك خريبكا أو 3 فرق إضافة إلى حسنية أكادير. المغرب التطواني في الرتبة السادسة ب 22 نقطة. كيف ترون هذا الترتيب وما تعليقكم؟ يعني ما الذي ينتظر الوداد وينتظر أيضا كل الفرق المتنافسة في المقدمة؟ أعتقد أن القادم سيكون أشقى. اكيد، وانقل لكم الاحساس ديال المدرب جون توشاك اللي كنعاود ناكد على انه دار بطولات عديده ليس فقط الاسبانيه ريال مدريد الى اخره. ربما كيكون واحد الخطا اننا تنقولوا هذا مدرب عالمي جاي ولا غادي البطولات جاي سهله، بس هذا السيد بكل احترافيه تيقول لنا في كل اجتماع يا ودي راه البطوله المغربيه من اصعب البطولات اللي شفتها، راه تنافسيه اللي تخي كومبيتيتيف. تيقول لك الفرق بين الانتصار والهزيمه كيتلعب على جزئيات صغار، وهذا الشيء ما لقاش في جميع البطولات. التذكير ورد البطولات ديال تركيا الى اخره، ماشي ولا بدك هذا البطوله الاسبانيه بيان سور. واعجب شديد الاعجاب بالجمهور المغربي والجمهور الودادي لدرجه انه بعث لي سيدي ديال البوبليك العائله الصغيره ديالو يعني بفخر يقول انظروا اين اشتغل، انظروا في الجو الذي اشتغل. كيعاود يعيش الحماس ولا الحراره ديال الكره، ولكن هذا الشيء كله لا يغيض المسؤوليه التي يفهمها يوما بعد يوم ويقدرها يوما بعد يوم. الى ذلك نضيف ان الاحصائيات الاخيره شنو بينت لنا؟ بينت لنا بان البطوله كتلعب في الدوره الاخرى، ولا ولينا كنلعبوا دي فينال. ما بقاش انتهى زمن ذاك البطوله التي تحسم في الدوره 26 27 في فيني، ما بقاش. البطوله قد تحسم بنقطه، قد تحسم بهدف، بفارق هدف. ليس هذا هو الامل، ليس هذا هو الطموح. حنا كنخليو العاطفه، حنا كنهضروا دابا بالعقل. في الاحصائيات كذلك اثبتت الدورات الاخيره والبطولات الاخيره ان بطل الخريف غالبا ما يكون هو النهايه، لان لا ديناميك ديال الفتره ديال الذهاب كتعاود تدفع به في الفتره ديال الايام. هناك عامل الارض، تعود الماتشات من 15 في الدار البيضاء. النتائج خارج الميدان الى حد الان نادي الوداد الرياضي من غير الماتش ديال اسفي لاسباب ايضا مرتبطه بجوده ارضيه الملعب، ولكن هذا نقاش طويل. يعني اللي خسر ما كنتخباوش وما كنعطيوش الحقيقه. خسر الماتش ديال اسفي، السول ماتش اللي خسرها لي على برا. المساله ما تكونش صعبه ولكنها ليست بالمستحيله. اليوم المكتب المسير سي سعيد ناصر الرئيس، نحن عندما نتداول نقول الاعين في الاعين، لي زيو دون لي زيو. ما تنخبيوش ان الهدف ديالنا اليوم اكثر من اي وقت مضى، وشي ما كناش نقدروا نقولوا ربما بنفس الصراحه في شهر 9 ولا شهر 10 ولا شهر 11. الهدف ديال الوداد اليوم هو البطوله رقم 18. إذا كلمة أخيرة سي أنور الزين، غير أخيرة غير في هذه الحصة هذه، مازال يكون كلام آخر إن شاء الله. كلمة أخيرة للجمهور ديال الوداد. الكلمة الأخيرة هي موجهة للجماهير. أولا كلمة شكر، كلمة تقدير وكلمة احترام. المكتب المسير يعي بمسؤولية ودراية كاملة الدور الكبير الذي تقوم به في التنقلات، في تشجيع الفريق، في مساندة اللاعبين، في مساندة الفريق. رجاء لا نترك مجالا للشك، لا نترك مجالا للقذف، لا نترك مجالا للتشكيك. هناك من يحيط بالوداد ويريد ان يدخل ذلك، ما نخليوش على البلاصه هذه. الوداد قويه بجميع مكوناتها يدا في يد، كيفما بغى يكون الحاجز وكيفما بغى تكون المشكله وكيفما بغى يكون ما يريد ان يعيش طريقنا. عفوا اذا كانت اليد في اليد وكلنا مع بعضياتنا بهدف واحد راه يمكننا نوصلوا للمراد. فتثقوا في الفريق ديالكم، ثقوا في الفريق ديال التسيير، ثقوا في اللاعبين، ثقوا في المدرب، وان شاء الله ربي يكون من جهتنا ويوفقنا الله باش نربحوا هذه البطوله رقم 18 اللي غتكون
اقل ما يمكن ان نقدمه لهذا الجمهور العريض والكبير. شكرا لك سي انور الزين، الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم. الله أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. الله أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفات عدى الخيال. جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفات عدى الخيال. القمر عندك رمادي وانت البعيد القريب، رهيب 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 رهيب. الله أكبر غلط بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلط بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. تشتاق لي في غيابي، شوق الندى للزهور، واشتاق لك يا عذابي في غيبتك والحضور. تشتاق لي في غيابي، شوق الندى للزهور، واشتاق لك يا عذابي في غيبتك والحضور. انت منايا ومرادي، فيك الرجاء والنصيب، رهيب والله. إذا لاحظت Enregistrement widadeclub.com